سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتم الصحه والعافيه يا رب. كيف العاده وقبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم غادي نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم امين. وكنرحب بالاخوات والاخوان الجداد اللي انضموا للقناه، والاخوات والاخوان اللي كانوا معايا منذ بدايه القناه. شكرا جزيلا على حسن المتابعه ودعمكم المستمر وتعاليقكم الرائعة المحفزة اللي كتفرحني. لهلا يخطيكم عليا، وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. وبسم الله على بركة الله غادي نبداو في الاقتراح ديال اليوم. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي، عندي هنا كمية من البطاطس. من الافضل انها تكون صغيرة، الصراحة انا هذه اللي لقيت، الا كانت صغر من هكذا احسن. كناخدها كنغسلها مزيان من دوك الشوائب اللي فيها وداك التراب، وكنسلقها. ومن بعد ما كنسلقها كناخد واحد الطاوة كنوضع فيها ورق ديال الطبخ، وكناخد واحد الكأس كيف ما كتشوفوا معايا، وكنبدا نضغط عليها بالكأس بهذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي، ما بغيتش نسرع الفيديو باش تشوفوا الطريقة بكل وضوح. هاد البطاطس كتجي رائعة، دارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وشفتها في قناة صفاء كوك اللي كدير وجبات ديال الصيام متقطع. كنتمنى ان شاء الله تزوروها. بالنسبه للاخوات المتتبعات الوفيات وصحاباتي الغزالات، عارفاهم كيتبعوني حيت عزيزه عليهم، ماشي من اجل الوصفات اللي كنشارك معكم، عارفاهم كيدعموني كيشجعوني كيثيقوا فيا. كنشكركم جزيل الشكر اخواتي. وبالنسبه لصحاب القنوات اللي داخلين عندي كاملين اسم اسم، كنشكركم جزيل الشكر على الثقة وعلى حسن المتابعة وعلى الدعم اللي كتدعموني والنصائح اللي كتقدموا لي وما كتبخلوش عليا بها. المهم اخواتي، كيف ما كتلاحظوا معايا هنا خديت واحد الزلافه، غادي نكمل معكم الوصفه. درت فيها واحد المعلقه ديال التحميره بابريكا، وواحد شويه ديال الابزار، ودرت الكمون، درت بودره الثوم والملح وزيت الزيتون، وغادي نخلط الكل جيدا، وغادي ندهن بها البطاطس من بعد ما سلقتها ومن بعد ما ضغطت عليها بالكأس. كيف ما لاحظتوا معايا اخواتي، انا هاد الوصفه جربتها بزاف ديال المرات، جربتها بالبطاطس الحمراء والبطاطس البيضاء. اهم حاجه انا البطاطس تكون صغيره، الصراحه انا هذه اللي لقيت، حيت الكبيره ما كتساعدناش باننا نضغطوا عليها. المهم كندهن البطاطس بدوك التوابل اللي درت مع الزيت بهذا الشكل هذا، وغادي ندخلها للفرن حتى تحمر ليا، ونعاود نخرجها نقلبها على الجهه الاخرى ونعاود ندهنها بنفس الطريقه. صدقوني البنات كتجي رائعه جدا، كيف قلت لكم جربتها عده مرات وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. في كل مره جربتها صراحه عجبت بنياتي بزاف وعجبت الزوج ديالي، وليت كنديرها مره في الاسبوع، ولات معتمده عندي. هنا من بعد ما خرجتها كيف قلت لكم غادي نقلبها وغادي ندهنها ونرجعها للفرن حتى تحمر ونقدمها معكم نوريكم الشكل النهائي ديالها. صفاء دارتها في القلايه الهوائيه، جات رائعه. غادي نخلي لكم الصور ديال البطاطس اللي قدمتها صفاء كوك، ورافقتها بواحد الصلصه اللي غزاله. وغادي نخلي لكم بعض الوصفات ديالها من الصيام المتقطع. وهذا هو الشكل ديال البطاطس الحمراء. الصراحه غفلت عليها، طلعت نشر الحوايج في السطح، خليت الفران شاعل، هبطت لقيتها تحمرات شي شويه، ولكن جات رائعه جدا، ما محروقاش، غير محمره. رافقتها بشويه ديال الكيتشوب، بشويه ديال المايونيز. كيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي كتجي روعه روعه، ما تشبعوش منها. انا متاكده الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم. ممكن تحضروها كوجبه للغداء او للعشاء، ولا تقدموها لوليداتكم اللانش بوكس ديال المدرسه، كتجي روعه. الصراحه انا حضرتها في شهر 8 ويلا كتب انني نشاركها معكم. ما نكذبش عليكم اخواتي، وليت كنحس بالاحباط، المشاهده ناقصه،
وبقات ليا غير شهرين الا ما كملتش السوايع خلال هاد الشهرين هادي، صافي القناه ديالي تقدر ترفض الا ما حققتش الشروط يعني في هاد الشهرين. ما بقاش ليا الوقت ومصوره بزاف ديال الوصفات، ولكن ولا فيا العجز، ما بقيتش كنقدر ندير المونتاج. ولا عندي واحد الاحساس خايب بالفشل. المهم ما نكذبش عليكم، المهم هذه راه صورتها شهر 8. يلا كتب انني نبارطاجيها معكم. كنتمنى ان شاء الله تدعموني تشجعوني، الى بطبيعه الحال كان كيعجبكم المحتوى ولا كنت كنقدم لكم شي حاجه اللي زوينه، يعني فضلا وليس امرا. ما عرفتش شنو نقول لكم. مهم هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه جدا صراحه. غير جربوها على حسابي، انا شفتها عند صفاء عجباتني وجربتها ونجحت معايا. حضرتها بزاف ديال المرات. في هاد المره هذه رافقتها مع قطع ديال صدر الدجاج اللي كندير ليهم فلافل الوان، وكنتبلهم بواحد التتبيله رائعه جدا. الا بغيتو نشاركها معكم خليوها لي في التعاليق. وهذا هو الشكل النهائي ديال البطاطس. ورافقتهم فاهيتا دجاج المكسيكي، واللي هي وصفه سهله ولذيذه واقتصاديه. الصراحه انا كنحضر كميه وفيره وكنوضعها في المجمد. كناخد صدر الدجاج كنقطعو بشكل طولي، كنضيف ليه فلافل الوان، واحد تتبيله خاصه. ان شاء الله ندير فيديو خاص بطريقه التحضير ديالها ونشاركها معكم. هنا كان عندي في المجمد وخديته وضفت عليه البصل، صوطيته وجاب هذا الشكل هذا. غدا ولا عشاء خفيف ظريف كيجي شهوه منه وبلا كثرة الوقوف في الكوزينه. صراحه وجبه سهله وسريعه. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. رافقتها بالبطاطس، غادي نشاركها معكم فيديو قادم ان شاء الله. وهادو هما البطاطس اللي حضرت معكم، كيجيو مقرمشين لذاد. والله العظيم كون ما كانش الشارع والصداع ديال الزنقه نشارك معكم القرمشه ديالهم، ولكن صداع بزاف، داكشي علاش كنكتم الصوت. وهذا الشكل ديال البطاطس الحمراء اللي شاركت معكم. رافقتها مع الباذنجان اللي سبق لي وشاركته معكم، ومع فلفله مقليه ومطيشه مقليه. ودابا غنخلي لكم بعض الصور من البطاطا اللي شفتها عند صفاء، فضاء صفاء. كنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندها، وكنتمنى ان شاء الله تدعمونا وتشجعونا. الله يجازيكم بخير. وهادو بعض الوصفات ديالها. كدير صيام متقطع، عندها وصفات رائعه جدا سهله وسريعه التحضير اقتصاديه. الصراحه كيعجبوني الوصفات ديالها، ووصفات مينيسا. غادي نشارك معكم ان شاء الله بعض الصور ديالها في فيديو اخر ان شاء الله. حتى هي كدير وجبات ديال الصيام متقطع، يوميات مينيسا وفضاء صفاء. الله يجازيكم بخير، دخلوا عندهم وشجعوهم وشجعونا كاملين. وهذه البيتزا اللي سبق لي وحضرت معكم، الرفيسه اللي سبق لي وحضرتها معكم. والفيديو ديالي وصل النهايه. غادي نخلي لكم بعض الصور، وما بقى لي غير نقول لكم ما تنسونيش من لايك وتهلاو ليا فراسكم. الى فيديو قادم واقتراح جديد ووصفه اخرى باذن الله. خليت لكم الراحه، مع السلامه.